كنت مع إخوانكم في القوات المشتركة نشترك في هذا الاستعراض العسكري احتفالا بمناسبة الذكرى 17 لانطلاقة الثورة الفلسطينية. وقد قلت لهم كلمة لا زلت أذكرها، كلمة مأثورة عن القائد العظيم لهذه الأمة، أمتنا الكردية العربية، عندما جاء هنا إلى أرض فلسطين ثم وجه كلامه إلى كل الملوك وكل الرؤساء وكل الحكام: أنا لا أريد دعاءكم، أنا أريد سيوفكم. بينها أو أشياء كوتشيبو بني جنس عدا دي بيامن متدا بوتنكو أو بوتنجي يا ليدري جري كردو عرب دوي وقتي لا وي ليدري وقتي هذا به هريما هان بلي خدا شركين عربا إيه هريمي وجوار قول إيه من أز دعاي وناخواتم أز شوري ودخازم. والآن نكرر نفس القول، نكرره لكل هؤلاء المناضلين، هؤلاء الثوار، ليس فقط في منطقتنا العربية، في منطقة الشرق الأوسط، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، بل لكل الأحرار والشرفاء والتقدميون في العالم أجمع. نحن نريد سيوف. في هذه الظروف التي يعز فيها الثوار لها معنى كبير، ليس هنا فقط، إنما تحفر أخدودها في مجرى التاريخ، تاريخ هذه المنطقة العربية الكردية. بدي أسألك كيف وشو سبلنداي بيجم أزو هفالي فو براي فار إنه أمي بوربن و سبلنداي بيجم إيرو هاتنا ويبرهبونا ولقلما بمرة بتشتكي نبس، تشتكي ورحتة وبوليتيكا، تشتكي جهندروي ميجوي في هريما هذا هريما كرد وعربا. نحن أقوياء بكم، ونحن نزداد اندفاعا وقوة وتقدما نحو النصر بوجودكم. أم بوقربن، أم بحبونا واكب بجبن، أم بيش فهرن، أم بسركبن. مرة أخرى فتتعانق أيادينا ولتتشابك سواعدنا ولتلتحم بنادقنا ولتتآلف قلوبنا، فنحن معا في هذا الخندق الواحد. يا وكيدين ورادستي ببحب ربين اللي ما بحب ربين تلي ما يكبن تبنجي ما يكبن وأمي بسركبن. وأنا أقول مرة أخرى باسم إخواني: ستظل هذه البنادق مشرعة إلى أن نرفع سويا علم صلاح الدين على هلال القدس ومواقع القدس ومآذن القدس وكنائس القدس. حتى أم قال صلاح الدين هلن وقدسي آزاد بكن تشياي وي غريكي وي ودشتي وي وجامي وكنيسي وي وثورة حتى النصر.